اطفي نور من لا انا اتفاجئت بصراحه. اطفي نور من فين؟ أحمد عز احتفل بعيد ميلاده وسط أصحابه وأقرب الناس ليه، وقبل عيد الميلاد ما يبدأ واحد من اللي موجودين وهو صديق عزيز جدا عليه قال له كلمة وجعته جدا. قال له مش عيب عليك يبقى عيد ميلادك وتبقى كسر ال50 سنة وعيالك ما يبقوش موجودين؟ يا جدع كنت بعت تجيبهم يحضروا معاك اللحظات دي. عز فضل ساكت وعلى وشه ابتسامة زعل وحسرة، وبعد شوية قال لصاحبه تصدق معاك حق، هو أنا وحش قوي كده؟ عايز يطلع موبايله من جيبه وراح متصل بابنه، لكن زينة هي اللي ردت. قال لها اديني اكلم عيالي. قالت له عيالك خدوا السواق ونزلوا يجيبوا لك تورتايه وجايين لك في الطريق. عايز ما قدرش يمسك دموعه وقال لها يعني هم زمانهم في الطريق دلوقتي؟ قالت له اه هتلاقيهم قصادك دلوقتي. عز في لحظة تصالح مع نفسه، قال لها وانتي ما جيتيش معاهم ليه؟ زينة ردت عليه بتهكم وقالت له اجي فين يا احمد؟ انت مش قلتلي قبل كده لو لمحتك في مكان حتى لو صدفة هعلقك من حواجبك؟ عايز ناجي ازاي؟ قال لها انا كنت متعصب وقتها، لكن انك تخلي العيال ينزلوا عشان يحضروا عيد ميلادي دي حاجة حلوة قوي، وانت ست كويسة، شكرا يا زينة. زينة سكتت وما كانتش عارفة ترد ولا تقول ايه. عايز يكمل كلامه وقال لها عارفة ده عيد ميلادي الكام؟ ال52 يا زينة، يعني خلاص العمر جري بيا وكبرت، وبصراحة كده ما بقاش عندي اي طاقة اني اكمل في العند بتاعي ولا اني انكر حاجة هي في الاصل حقيقة. نفسي اخدك في حضني انت وعيالي بس خايف. زينب لهفة سألته خايف من ايه؟ قال لها خايف من الناس مش هتسيبني في حالي وهيقولوا مكان من الاول، ليه تعمل كده في عيالك ومش هخلص والدنيا هتتقلب. قالت له يعني انت عامل حساب الناس وحارم ولادك من حضنك عشان خاطرهم؟ انت هتندم يا احمد في وقت مش هينفع فيه الندم. عز طلب من زينة إنها تديله شوية وقت يظبط أموره، ووعدها إنه هيفكر ياخدها وياخد العيال ويسافروا فترة برا مصر، لكن الموضوع محتاج شوية ترتيبات. في اللحظة دي ولاد عز وصل لمكان عيد الميلاد، جري عليهم زي العيل الصغير وفضل يحضنهم ويبوس فيهم. وولاده كانوا جايبين تورتاية كبيرة مكتوب فيها بنحبك يا بابا عقبال 100 سنة. عايز اتصل بزينة وقال لها العيال هيفضلوا معايا كام يوم، عايز اشبع منهم. زينة وافقت وقالت له بس خلي بالك منهم لان هم ليهم طلبات معينة وفي اوقات غريبة. قال لها بره عنك انتي، انا هتعامل معاهم وهروق عليهم. بعد ما اليوم خلص وعز دخل ينام، صحى ابنه من عز نومه وقال له يا بابي انا عايز اكل من ماكدونالدز. عز راح قال له حاضر يا حبيبي، وراح زقه من على السرير وكمل نوم. وبعد شوية ابنه التاني صحاه وقال له انا عايز بيتزا يا بابي. عز صحي من النوم وفقد أعصابه وزعق فيهم وقال لهم بلا بابي بلا مامي، أنا غلطان إني خليتكم تقعدوا معايا الصبح انت وهو على المكياج، ومش عايزة أشوفكم غير في عيد ميلادي اللي جاي. وفعلا وصلهم الصبح للفيلا بتاعت زينة ووعدهم إنهم يقضوا كل خميس سوا.